شلون أصير أحب صلاتي؟ سهلة. اسمع الفضل اللي بيها، واسمع الخير اللي بيها، واسمع البركة اللي بيها، حتى تصير تحب الصلاة. اسمع، قال الإمام الصادق عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس. اسمع هسه الملك شنو ينادي؟ كل وقت صلاة، كل وقت صلاة. شو يقول؟ أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم. إيش قد عندنا ذنوب؟ هذا التوجه إلى الله عز وجل يمحي ذنوبك. كل ما صرت قريب من الله عز وجل كل ما خفت ذنوبك، إلى أن تلاشت وراحت وبعد ما إلها ذكر، وعلى قولتهم يرتفع منسوب الطاعة عندك، منسوب الرحمة عندك، منسوب الخير عندك، منسوب ذكر الله عز وجل عندك، وتصير كل حركاتك وسكناتك دائما إلى الله عز وجل، وتشوف الأثر العظيم اللي راح يصير من قربك إلى الله عز وجل. الكلام جبناه من كتاب مكارم الأخلاق الباب 10 في الأدعية صفحة 217، ودمتم بخير وفي أمان الله.